الأبطال الثلاثة. كريستيانو، نبدأ معك. أنا محايد، ولكن أنا كبرتغالي أشكرك على ما قدمته لنا. فزنا بلقب اليورو وفزت أيضا بالتشامبيونز ليج. الشكر موصول لك. هل هو أحسن موسم؟ لا، ربما جاز قول ذلك. فيما يخص الألقاب، نعم، فزت بلقب اليورو وفزت بلقب الشامبيونز ليج، ولكن أنا أستمتع بلعب كرة القدم في كل موسم. أنا أستمتع بأوقاتي، ولكن الموسم الماضي كان طبعا مميزا. البرتغال تفوز لأول مرة بلقب اليورو. مرة أخرى الريال مدريد يفوز بلقب آخر يضاف إلى الخزينة. شكرا لكل زملائي، شكرا لكل من ساهم في نجاحي، وشكرا لكل زملائي وللمدرب ولكل ما أشرف على المنتخب البرتغالي. ونحن أيضا كفرنسيين فخورون. وصلتم إلى نهائي اليورو، شرفتمونا، ووصلت طبعا إلى نهائي الشامبيونز ليج. لم تفز بدوري أبطال أوروبا. كان موسما استثنائيا. حدثنا عما حدث. وأنت متواجد صحبة بيل وصحبة كريستيانو. سعيد جدا طبعا. العمل المثمر. وطبعا أنا لم أخطأ حينما التحقت بنادي الأتلتيكو مدريد. وصلت إلى النهائي، وساعدني هذا الفريق على التألق وفي العطاء الكروي. أما فيما يخص المنتخب الفرنسي فقد وصلنا إلى النهائي. طبعا أنا وصلت إلى ذاك المستوى بفضل زملائي في ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وسأواصل على نفس المنوال. واصل في العمل. جارث الفائز بلقب الشامبيونز ليج ونصف نهائي مع المنتخب الويلزي. هل أنت سعيد؟ بطبيعة الحال. أعتقد من أحسن المواسم بالنسبة لريال مدريد. بالنسبة لنا لقب دوري أبطال أوروبا هو أهم لقب. ريال مدريد يسعى دائما جيدا لحصد هذا اللقب. طبعا هذا يثلج صدور الجماهير واللاعبين والمدرب ورئيس النادي وملاك النادي. أما بالنسبة للمنتخب الويلزي وصلنا إلى نصف النهائي. إنجاز تاريخي بأتم معنى الكلمة. رحلة مضنية ولكن كللت بالنجاح. شكرا لكريستيانو وغريزمان، وشكرا طبعا لبيل. نطلب ايضا من نائب رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان ياتي لكي يسلم جائزة احسن لاعب ينشط في قارة اوروبا. وطبعا من اصول اوروبيه مثلما هو معروف. أيضا الآن يأتي الشخص الذي يحمل المظروف المهم والذي يحتوي على اسم الفائز بلقب أحسن لاعب من أصول أوروبية ينشط في القارة الأوروبية. كريستيانو رونالدو. الفائز هو طبعا كريستيانو رونالدو المتوج بلقب أحسن لاعب من أصول أوروبية ينشط في القارة الأوروبية. تهانينا يا كريستيانو. والسؤال الواضح، ما هو إحساسك الآن؟ إحساس جميل، رائع. سعيد جدا. كان موسم لا يصدق. ولن أكون عادلا إذا لم طبعا أذكر بيل وغريزمان أيضا زميلي في ريال مدريد. بيل وغريزمان، آسف لأنكم خسرتم النهائي الثاني على التوالي، ولكن أنت لاعب رائع جدا وتعزز من قوة نادي الأتلتيكو مدريد. مثل ما ذكر بيدرو، لدينا الكثير من الأسئلة من وسائل التواصل الاجتماعي. اخترت بعض الأسئلة. حينما ما كان حلمك الأكبر يا كريستيانو؟ أن أكون حلمي منذ ولادتي كان هو أن أكون لاعب كرة قدم، وهذا ما أنجزته. حققت حلمك؟ نعم، حققت الحلم. شيء جميل.
طبعا هذا يأخذنا إلى نهاية هذا الحفل. طبعا شكرا لآدا المتوج بلقب أحسن لاعبة في أوروبا وكريستيانو رونالدو، والشكر طبعا